من الافضل من الاخر، الشعير ولا الشوفان؟ الاتنين كويسين، على حسب انا بستخدمهم لايه هيكون ايه الافضل. لو انا عايز حاجه المؤشر الجليسيمي بتاعها اقل حاجه، اكتر حاجه مناسبه لمريض السكر، اكتر حاجه مناسبه لمقاومه الانسولين، قولا واحدا هو الشعير. لو عايز حاجه تنفع تتعمل في كل الاكل، طعمها مقبول، طعمها كويس، المؤشر الجليسيمي بتاعها معقول، فهيكون الشوفان. لان الشعير من كتر الالياف اللي فيه طعمه يعني مش مستصاب. حد عنده حساسيه جلوتين، الشوفان، لان الشعير فيه جلوتين. قمح ولا الشعير؟ يعني اكيد قصدك القمح الكامل. يعني انت لو قصدك الدقيق الابيض بعد كل الكلام ده يبقى هزعل منك جدا، لان طبعا الخارج من المنافسه تماما الدقيق الابيض. الدقيق الابيض من اسوأ الحاجات اللي الانسان ممكن ياكلها في الحياه. طبعا انا مش هشرح تاني لان انا قلت في الفيديو بالتفصيل، هسيب لكم الفيديو في الوصف عشان لو حد عايز يرجع تاني، عشان ما يبقاش مطولش عليكم هنا. هعتبر ان قصدك هو القمح الكامل. القمح الكامل والشعير. طب القمح الكامل ليه فوائده وفيه عناصر غذائيه وبروتين نسبته اعلى من الدقيق الابيض. الشعير افضل من القمح الكامل ان شبعه اعلى، اليافه اكتر، امتصاصه اقل، وبالتالي احنا اتفقنا ان كل ما الحاجه ما كانت معقده اكتر واليافها اعلى وامتصاصها اقل، كل ما كانت المؤشر الجليسيمي بتاعها اقل، كل ما كانت موجوده في البطن فتره اطول، كل ما هتديني شبع فتره اطول. الشعير احسن من القمح الكامل.